من هو السفياني؟ كلمنا عن السفياني من فضلك، تفضل. تمام أختي، ما أنا بدي أتكلم. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن السفياني فقط، تكلم عن 5 شخصيات بشكل رسمي. 5 شخصيات في آخر الزمان يعني بتظهر بشكل متلاحق في نفس الآن الزمني أو الآونة الزمنية. تكلم صلى الله عليه وسلم عن اليماني والهاشمي والسفياني. السفياني طبعا الأخير، طبعا في سفياني أول وثاني والأخير اللي هو إحنا بنتكلم عنه اللي هو الأخير. الاول والثاني الله اعلم، طبعا سبقوا، هذول بكونوا بدهم يكونوا سبقوا، ولكن السفياني الاخير اللي احنا بنتكلم عنه. وكذلك تكلم، احنا ذكرنا السفياني واليماني والهاشمي، تكلم عن الاصهب والابقع. الان اذا بدنا نعرف مين السفياني بدنا نعرف، لازم نكون عارفين مين هو الاصهب. مش ممكن انه حدا فينا يقدر يتمكن يعرف مين هو السفياني الا اذا عرفنا مين هو الاصهب. الأصهب هل هو شخصية موجودة؟ الآن شوف كلمة أصهب باللغة العربية لما الرسول سماه طبعا ما بيسمي بالاسم الحقيقي ولكن بالوصف، ويعطي إشارة اللي يدل عليه. لما سماه الأصهب، قال الأصهب باللغة العربية الأصهب هو طويل العنق، وكذلك الأصهب من أسماء الأسد، بيكون حاكم الشام أو حاكم دمشق. طب طويل العنق والأسد من معاني كلمة الأصهب. هل الكلمتان أو المعنيان هذول بيدلوا على مين؟ بيدلوا على بشار الأسد. مصير الأصهب بالنسبة للسفياني، قال بالنسبة لما كان يتكلم الرسول عن الأصهب قال يخرج عليه السفياني فيفر منه الأصهب. الأصهب يهرب من السفياني، وإذا أوقعنا شخصية الأصهب على بشار الأسد ونشوف إيش عمل بشار الأسد، هرب. ولكن من مين هرب؟ هرب من أحمد الشرع. الآن أنا بدي أقول في نظريتي أو في فرضيتي اللي أنا بتكلم فيها، أحمد الشرع هو السفياني. ليش؟ لأنه الرسول في حديث آخر يتكلم عن مدة حكم السفياني، قال 22 شهرا. مدة حكمه 22 شهرا، 22 شهر. الآن سقط بشار الأسد بتاريخ 17/2024. متى تنتهي ال 22 شهرا؟ ب7 أكتوبر، بذكرى 7 أكتوبر 2026. تمام؟ الآن 7 أكتوبر 2026 بكون المهدي، يجب أن يكون المهدي. طبعا ليش أنا بدي أقول لكم 2026 لازم يكون ظهور المهدي؟ لأنه لازم طبعا في حديث للنبي حدد فيه عمر أمة محمد. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حدد في عمر أمة محمد، قال أن الله سبحانه وتعالى أعطى أمتي من العمر يوم. طبعا الأمم لها أعمار زي هذه البشر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمم لها أعمار، أمة الإسلام لها عمر. ولدت هذه الأمة عند بعثة سيدنا محمد، وإلها عمر تنتهي فيه. طب كم عمر أمة محمد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الله سبحانه وتعالى أمتي من العمر يوما فاستزدته، طلب الزيادة الرسول لهذه الأمة، قال فزادني نصف يوم. اليوم عند الله كألف سنة مما تعدون. اليوم عند الله كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا إحنا بدنا نقول 1000 سنة زائد 500 سنة اللي هي نصف يوم يساوي 1500، يعني عمر أمة محمد. الآن إحنا 1447 هجري، ما ننساش 13 سنة من البعثة، بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، يساوي 1460 اليوم من البعثة. 1460. ال40 سنة المتبقية إيش بده يكون فيهن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عن، طبعا لما يخرج المهدي بعد ذلك يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال. قال في مدة 6 شهور. في حديث للنبي يقول المهدي والدجال وعيسى عليه السلام في 6 أشهر، في فترة 6 أشهر. يعني لو إحنا بدنا نقيس على موعد عيد الأضحى بيكون في تاريخ 24/5/2026، يعني بده يكون 25/12 26/12، يعني عند عيد الكريسماس موعد إيش؟ نهاية ال6 شهور، يعني بده يكون موعد نزول عيسى عليه السلام 26 أواخر شهر 12. والله تعالى أعلى، والله تعالى أعلم. أنا بقول وبأكد إنه إذا إحنا بدنا نقول ليش يعني 40 سنة متبقية شو بده يصير فيها، الرسول قال في الحديث ينزل فيكم عيسى عليه السلام حكما عدلا
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية يمكث فيكم 40 سنة. طب 40 سنة يمكث عيسى، طب هل بعد موت عيسى عليه السلام بعد 40 سنة يبقى شيء من أمة محمد؟ السؤال المنطقي والواضح في كلام النبي: كيف يموت عيسى؟ عيسى عليه السلام كيف يموت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف عن كيف بيموت عيسى، قال يخرج ذو السويقتين من الحبشة، بده يهدم الكعبة، لهدم الكعبة، هذا بعد مرور 6 علامات من علامات الساعة الكبرى. يخرج ذو السويقتين من الحبشة لهدم الكعبة، قال فيرسل عيسى عليه السلام جيشا من المسلمين لملاقاة جيش الحبشة، قال فلا يلتقي الجيشان، قال إذ يبعث الله ريحا طيبة من قبل الشام تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة. والله تعالى أعلى وأعلم. موت عيسى على تمام 40 سنة ونهاية أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية 40 سنة تبعت عيسى عليه السلام. بس انت حكيت انت قلت انت في حرب حتطلع من الحبشة، من اثيوبيا، في جيوش تطلع من اثيوبيا. نعم صحيح، لهدم الكعبة صحيح. جيش جرار راح يهدم الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إني أراه أفحج اللهم صل على سيدنا، تذكر النص بالضبط، قال بما معنى والذي نفسي بيده إني أراه أفحج يجلس أعلى الكعبة يقلعها حجرا حجرا ثم يلقيها في اليم، يعني بيهدم الكعبة ويرميها في البحر. هو في بحر في مكة؟ البحر الأحمر يعني. القصد انه يعني حجاره ما يهدم. لما تبلش اول علامات الساعه الكبرى قفلت اغلقت الكتب وسلت الصفح وجفت الصحف للاقلام، لا تنفع نفس ايمانها بعدما امنت. خليه يهدى يا اخي، ما عاد تنفعنا الكعبه يا حبيب قلبي يا روحي. اغلاق صوفي يا اخي، انت صوفي. لا يا سيدي انا معتدل سني بتبع سنه الله وسنه الرسول.